يا شاوريتو، يا هيكا وصلت المكان القيصر ولا لسه؟ لا لسه في جنة جاسوس بإذن الله بإذن الله آخر الأسبوع يكون مكانه عندي. ما انا اكيد مش لسه هستنى لاخر الاسبوع برضه. ماشي بس لو لقيت حاجة جديدة قول لي. خلاص انا بس عندي طلعه صغيره كده، طالعين نبيع كنزات، نخلص الطلعه دي ونجيبها. يلا يا رجاله، اللي يجيبوا الاول بقى. سلام سلام. في الفيديو اللي فات لقينا مودي بعد ما كان تايه عن البيت بتاعه لاكتر من سنتين كاملين، ولقيناه بيلم كنزات وبلاستيك من الشارع. حاولنا نقنعه ان الكلام ده غلط وما يصحش، لحد ما اقنعنا ان احنا اللي غلط ويصح. اسمي كنزايا. كنزيات يا ابن الكنز. وفهمنا قد ايه الشغلانه دي بتكسب فلوس. عارف الطن عامل كام دلوقتي؟ بكام بقى؟ 100,000 جنيه. الرقم كان صدمه، وساعتها حسين كان له راي تاني. بس انا عندي فكره بقى. التيم بتاعي ضد التيم بتاعك، واللي هيلم كنزات اكتر ويبيعها بفلوس اكتر هياخد 50,000 جنيه غير ال 100,000 جنيه اللي هيكسب. يا عم موافق. ومن هنا ابتدى التحدي. ايه الزحمه دي؟ الحقيقه ان الحياه ما بتقفش على حد، والوقت اللي بيروح ما بيرجعش، والحياه مش هتستناك. عشان كده وقتك تقدر تعوضه او تترجمه لفلوس، واللي هيساعدك على كده هو الراعي بتاع الفيديو معانا النهارده. الفيديو النهارده برعايه بوكيت بروكر، ودي من اكبر منصات التداول والتريدنج اللي موجوده حاليا. سواء انت بتفهم في التداول او ما بتفهمش، بوكيت بروكر مسهله عليك كل الخطوات وهتعلمك كل حاجه، من اول خطوه التسجيل واللي بتتم بسهوله جدا 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 لحد خطوه انك تسحب فلوسك من غير اي عموله سحب. في حاجه كمان موجوده جوه المنصه اسمها سوشيال تريدنج، وده لو انت لسه جديد في التداول او ما بتفهمش قوي، عباره عن ان ناس ناجحين في التداول بيعملوا عمليات قدامك، وانت بتشوف العمليات دي وبتتعلم منها وبتاخد خبرتهم بخطوات بسيطه، وتقدر كمان تقلدهم. حاجه كمان موجوده ودي اللي انا شايفها من اميز الحاجات اللي موجوده، ان انت تقدر تستثمر في اكتر من 130 اصل في الشركه عشان تجني ثمار التعب والمجهود اللي انت اتعلمته في الفتره اللي فاتت. وطبعا مش هتبقى ثمره زي دي، هي هتبقى فلوس. عايز اقول لك انك تقدر تعمل فلوس كتير جدا من التداول لو فهمته. وعايز اقول لك كمان ان بوكيت بروكر من المنصات اللي بتسهل عليك عموله السحب، لان بتديك اوبشنز كتير جدا وطرق كتير تسحب عليها من غير عموله سحب. ارباحك ممكن توصل ل 92% في يوم واحد لو انت فاهم في التريدنج او فاهم في التداول. عشان كده ما تضيعش الفرصه. النهارده فرصتك هتبقى حلوه جدا لو سجلت واستخدمت برومو كود هيكل توينز، لانك هتاخد بونص 100% على اي مبلغ هتحطه. يعني لو حطيت $100 هينزل لك في الحساب بتاعك $200، حطيت $200 هينزل لك $400، حطيت $1,000,000 انت معاك $1,000,000. ده انت تكلمني يالا، ده احنا نبقى اصحاب ونصور سوا يالا. عموما لو انت لسه ما فهمتش قوي، هحط لك اللينك بتاعهم في الديسكربشن تحت الفيديو، وما تنساش تدخل عليه، لان حتى لو الصوره مش واضحه لك هتدخل هتفهم كل حاجه من عليه. وانت بتسجل ما تنساش برومو كود هيكل توينز اللي هيديك 100% من اي مبلغ فلوس هتحطه. ويلا بينا عشان في كنزات لازم نلمها. عايز تتعلم الشغلانه؟ عايز اتعلم اول خطوه لل 100,000 جنيه. امسك الشوال ده كده، اول خطوه اتني الشوال من فوق. دي اسمها ايه؟ دي كنز؟ لا كان يا جاهل عشان مفرد. ما علينا، عشان الشوال بتاعنا ما ياخدش مساحه. دي اول خطوه، هترفع الكان فوق تنزلها في الارض وتدوس عليها لحد ما تفعصها وتاخدها وتحطها في الشوال، ويبقى كده نفس الوزن بحجم اقل. برافو عليك استاذ، انا فخور بيك. انا عايز اعرف انت جايبني هنا ليه يا حسن؟ انا جايبك هنا عشان مصلحتك. مصلحتي يا ابني اللي في الصحراء دي. احنا هنلم كنز. كنز ايه يا عم؟ الطن ب 100,000 جنيه. مش بس كده، احنا لو لمينا طن وكسبنا التحدي هناخد 50,000 جنيه فوق ال 100,000 جنيه. كم؟ 100,000 جنيه. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electron. موال ايه؟ 100,000 جنيه؟ When I take a few shots, they're too toxic. Need to take the يا معلم هو الحديد ده بيشتغل معانا؟ في شغلانتنا دي التخصص اهم حاجه. احنا بتوع بلاستيك وكنزات بس. يعني دي مالهاش لازمه؟ لا تمشي دي معانا مش صفيح تبقى تمشي. حتى الله بيني وبين الحرام، انا ما نجزتش الشوال. ده كان اختبار ليك وانت نجحت في الاختبار ده. هو ده كل اللي ما ابتعد عن المحرمات. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. يا لهوي يا جدعان، بص الحفره دي قد ايه؟ لسه لاقيها دلوقتي. ده انا عايز اقول لك ما بتخلصش. بص هو مثلا، لا اسمع الصوت، اسمع الصوت. ارمي الطوبه كده ولا ايه؟ اسمع يا لهوي دي ما وقفتش. يلا لسه نازله. دي ما وقفتش. اسمع دي بجد، اسمع دي.
ابعد بس لحد النط. لسه اليوم التاني كان أصعب بكتير، لأن كل فريق قرر يروح يدور على أكتر أماكن هيلاقي فيها بلاستيك، وطبعا مش هتعرف تلاقي ده إلا في مجمع زبالة كبير. والأخطر من ده إنك هتدخل على ناس في منطقتهم وده رزقهم وأكل عيشهم، فما قدامكش ساعتها إلا حل واحد، إن لسانك يكون حلو. كل فريق جمع كمية البلاستيك اللي قدر عليها، وحظهم إن في ناس كتير ساعدتهم، بس اللي هم ما يعرفوش إن إحنا كمان اشتغلنا بذكاء وجبنا أكتر من 12 شخص يساعدونا. عملت لي اشتراك في القناه ولا لا؟ طبعا لازم. على التيك توك اكتب لي حسن وحسين يا عم على التيك توك معكش رصيد انا مالي. المهم يا جماعه 1 2 3 4 5 انا عايز 5 لايك على اليوتيوب النهارده بعد اذنكم يعني. ودلوقتي جت اللحظة الحاسمة اللي هنروح نوزن فيها ونشوف مين الفريق اللي كسب ومين اللي هياخد ال50,000 جنيه. قول لي بقى هيلموا هم ايه؟ مساخين 70 في 18 جنيه عاطين 1360 جنيه 1260 جنيه 13 كنز. ايوه في 60 جنيه. بس عم مصطفى الكنزات ما كانتش 13 عم مصطفى. لا. نوزنها تاني طيب. لا الكنز لا الا الميزان انا نتكلم انا وانت في السعر انما الميزان مستحيل طبعا. طب نتكلم في السعر. نتكلم في السعر عادي. نتكلم في السعر. اوبا فوقوا بس من ده كله. ايه اللي انا شايفه ده؟ شكل كده في كلام كبير جاي. الله 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 ده الحبايب كلها هنا متجمعين عند النبي يا شباب. تعالوا تعالوا. وانا اللي فاكر. تعالوا متجمعين عند النبي. تعالوا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتخني؟ ولا بتخني يا باشا؟ تعالى يا انت وهو خد. شايف يالا الكميه يالا. ايه ده؟ استنى بس. اوزن عم مصطفى باسم عم مصطفى. تعالى شيلها لي تعالى. باسم عم مصطفى. الفاتوره الثانيه. الناس دي وزنت قد ايه النهارده؟ لا ما هو بس السعر اثرك ليه؟ لا ما عملوش حاجه يا باشا. كده هيعرفوا كل حاجه. ما عملوش حاجه يا باشا. كده هيعرفوا احنا. صلى على النبي يا مصطفى. احنا معانا العربيه دي شايف زي ما انت شايف كده فوق وتحت. انت مالي من ايوه جوه ده جوه كمان يالا. تعالى تعالى. لا قدام ده. تعالى تعالى. ده ناس في العربيه من امبارح. ايه؟ ناس البتاع ده في العربيه من امبارح. صح. طبعا تعالى بس اقول لك كلمتين بس. تعالى ده يا باشا كنزات بس ما قدرناش نجمع اكتر من كده النهارده. اتفرج يا ريس بكام الكنز النهارده؟ 65. لا ما تهزرش بقى ما تهزرش. ناخده بسعر امبارح. سامعه بيقول هو وصاحبه بيقولوا لو ملينا الكنزات رمله هتوزن اكتر. بعد اذنك تشوف الحوار ده. قسما بالله يا باشا. قول له الا الميزان. على عينك يا تاجر. ويل للمطففين. على عينك يا تاجر. الا الغش حرام. انا هنا كتاجر بس كده بس اهو سلام لك من غشنا فليس منا. لا تعال بص يا باشا. لا هنتكلم في سعر. هننزله. لا ميزان ولا غش. هننزلهم كنز لو لقينا رملايه. بس انا خلي بالك مش الرسول بس ربنا قالها كمان اهو زي ما قال ويل للمطففين. يعني بص اهو هياخد بركه. خد بركه. تعالى ولا كنز فيها رملايه. زود واحده كمان. طبعا لا انا عندي ثقه فيكم. وفي كنز بيشربها جوه هنخلصها ونجيبها لك. ايه انا ما تخيلتش ده يلم ده. ما عرفناش اسعار النهارده بعد بكام الكنز النهارده؟ كان قايل لي انا 60 ومش هتلاقي ولا هو السعر 20%. اعلى من سعر مصطفى منير. 65 معلش انا واخده امبارح ب 67 تحسب لي بسعر امبارح معلش انا ماليش دعوه بتضارب الاسعار. ما احنا عايزين ناكل عيش برضه يا ما الكنز ما يجيش يعوم عليا انا بقى. انا جايب لك كميه. تعال وتاكلوها بالحلال انا هنام. عم الناس كده تعجبك. بوكس منين يعني؟ اتفضل يا ريس. هنا في ايه؟ لازم بتاخد دي ولا مقاطعه؟ لا ده في الشغل القديم ده ما ماشي ماشي يا ريس. لا جايب له سيناكولا برضه عشان المقاطعه وبتاع. لا مين ما تسيبش يلا. عارف بقى عارف يا عم مصطفى واحنا بنلم لقينا كنز كده هينكن خمره. قلت ما نجسلكش الكنزات ما رضيتش احط. يمكن في نقطه ولا يا عم مصطفى؟ لا يا باشا نازل. يا عم انا مالي. سمعتي قسما بالله هتروح. انا مالي. انزل يا ابني انزل. تعالى وانا اللي كنت فاكرك خبره. بتعرفوا تشيلوا بس عشان تقيله الوزن تقيل. ساعده يا عمودي. تعالى بعدين اشيل. هاخد نصها. الوزن بس تقيل. ما بتنزلش. عايزين 6 رجاله يشيلوا معانا. يا جدع. يلا شايف يا باشا اللي حصل يا صاحبي كلوريكس الوان. كلوريكس غسيل. الميزان ده اخره كام يا ريس؟ اخره طن. طب تعال يعني هيشيل الكميه كلها. لا نبدا بالكبير فعلا. نبدا بالكبير عشان انا بحب الصدمه اللي في الاول دي. تعرفوا تشيلوا يا جدعان؟ انا عشان مش قادر بس والله.
عينك على الميزان هنا تعال. 157. ايه اللي 107 ايه اللي 157 دي 100 كيلو تعويض يا ابني. حور صح؟ دي انت هبده هتخم الراجل دي ولا ايه؟ هبده صح؟ هي كده فعلا هو فعلا 125 تعال لا ناقص معلش نعيد الوزن بس عشان دي ما كانتش محطوطه فوق. دي كيلو. كده 126 يا رجاله. تعالى يلا الازازه بتفرق. 126 بلاستيك هم يا بابا. 126 بلاستيك. تعالى بقى نخش على الكنز. خش على كنز. ثواني بس الف له الميزان. ثواني اصفي لك الميزان بس الاول. شايف الامانه يلا، شايف الامانه مش انتوا يا ولاد يعني حلوين. 130 كيلو. كده لا كيلو 300. انت هتخم ايه اللي 130 كيلو واحده. ده كيلو 300. انت كام يا استاذ؟ يعني التعب اللي احنا تعبناه النهارده ده على كيلو 300 كنز حلوين. 67 ولا 65؟ يا عم ب 7 ما اقدرش ازعل. ال 2 جنيه دول يقدر يزعلني انا بس ما يقدرش يزعل ايه ده؟ ايه ده انت بتقفل ده احنا لسه يا باشا. تعال تعال. اللي ضيعني اعتمدت عليه والله وثقت فيه. انا غلطان. كان لازم كان زي ينزل بنفسه. بنجيبها من تحت يلا. يا ولا يا حسن هات الشوال ده شوفه. لا ده في شوال مزنوق هنا. بنسقط حاجات غريبه والله، بننسى حاجات غريبه. بس اقعد ساكت يلا. بسم الله. حطوا سماعه. دول كانوا في موقع مع مهندس، قلت له اني بلم كنز، قال لي خد يا ابني. خد يا هندسه صعبت عليه. دول كام كده؟ اكتب يا حسن. قلت له انا مهندس زيك زي انت ساند على مصطفى ايه لا يا مصطفى السنه فليس مني يا جدع يا كافر. دخلنا النار على 10 كيلو بلاستيك. نخش النار في كيلو مني عمل كده. والله يبقى الناس جايه في قتل وسرقه واحنا داخلين النار في كنزات. كنز بيبسي. عندك حاجه ثانيه يا ابني ولا ايه؟ ولا خلاص كده؟ لو في قول لي بس، لو في قول لي. خلاص انا اعتذرت. ما شاء الله عليك. مجمل بلاستيك كله عندك 136. الله عليك اطربني. الله يعني بقى لنا قد ايه على الطن كده على القديم؟ احنا لسه خلي بالك هنضيف الفاتوره القديمه واروح انا اجيب لك العربيه الثانيه دلوقتي. خلاص كيلو في المية ماشي فوق. سلام يا سلام. 70 كيلو قديمه. اطربني معلش قول يبقى عندك 70. 206 كله. الله عليك 206 بلاستيك. الله عليك. لسه الفاتوره القديمه. لسه العربيه الثانيه تعمل لها قد عندك ايه؟ الكنز اديني مرتين ثلاثه. والكنز 14 كيلو 300. احنا خلي بالك سايبين العربيه الثانيه بقى التقيل، الكنزات والحديد بقى. لسه معاه عربيه الكنزات والحديد جايه. معاه عربيه 300 ثانيه كنز. علاش موتوسيكل تاني انا قلت لك عربيه المرسيدس الشنطه بتاعتها صغيره ما بتشيلش تاني انا ده بيستاهل انا 2600. اللهم صل على النبي. 2600 جنيه صفقه. 618. حلو حلو قوي قوي قوي. هتحاسبني بالدولار يا عم مصطفى عشان انت شكلك اجنبي وعينك خضراء. هنتحاسب ما بالدولار. احنا مصريين انت اوروبي انت اوروبي بس احنا مصريين ما معناش انا هتحاسب بالدولار. نو دولار. ايجيبشن ماني. معلش بقى مصطفى حولهم لي انستا باي ماشي. اوه ياه مش هينفع والله والله ما ينفع يا عم حرام عليك حرام عليك. ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ قسما بقول لك ايه، دول شاريينهم من حد اقسم بالله. خد تعالى دول كانوا فين؟ انت السبب. انا اعتمدت عليك والله. اعتمدت عليك والله. جايبين الكلام ده منين؟ تعالى بس خد اشرب لي دي والنبي عشان عايزها فاضيه بس. بجد والله جايب الكلام ده منين يا باشا تاني؟ لسه ما خلصوش حسابهم. حساب ايه يا عم؟ ده هم كانوا جابوا كله على بعض كيلو ولا كيلو ايه ده كتير يا عم ربنا. ولا انتوا عملتوا ايه؟ انتوا عملتوا ايه؟ لا انجز بس انا مروح اعتزلت والله. هرجع افتح لايفات. بجد انت هترجع التيك توك تاني؟ انت جايبها من ايه ده؟ ايه ده؟ دي كانت في البيت عندي يلا. انا عيب عليك يلا. ولا سايب الحاجات دي تروح عليا ولا ايه؟ يا الله خلاص انت البيع ما بيحسبش. سوداني عنب احلى من عنب خلاص زي الفل. اوزن بقى انا واثق فيك مش هبص بقى. خلاص بقى. الا عندنا الكيلو والميزان مستحيل الكلام فيهم. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس ولا تشيل الميزان. وزنوا بالقسطاس المستقيم. الله عليك. هنتكلم في الاسعار كيف نشيل مع بعض. تعال. وحسب ما نتفق ولكن الا الميزان. البلاستيك والبي بي سي والبولي والحاجات دي وصلته كده 28000 جنيه و900. الله اكبر انت يا عليك. ابني بتعمل ايه على الموبايل بيقول لك الله 28000 اكبر عليك. الله اكبر عليك. هم اصلا 28000 جنيه تعال، جنيه تعال. كيلو ايه هيقعدوني كام يوم في الساحل دول؟ يعني ما يقعدوك اسبوع. حلوين 28 لحد اسبوع. حلوين. ده نوم فقط مش اكتر. طب من والناس كده. دي يقعدوا قد ايه كده في الساحل؟ اول الكارت ويرجعوا. يلا احنا نكمل العربيه بتاعتنا الثالثه. خلاص بقى يا عم. بس انتوا خلاص يا عم. خلاص انسحبتوا. لو انسحبتوا عادي طب وفرتوا على قد ايه لاي حد غلبان في الشارع. تعالى انسحابك هنعمل ايه؟ انت السبب. انا السبب السبب اعتمدت عليك. اسمك قلت لي كنزان. هشرفك. قلت لي قلت هشرفك. لي بشتغل الله في يرضى الشغلانه عليك. وخبره سنتين هشرفك. وانت انا قلت داخل محترف انا داخل معاه محترف هشرفك. خلي يا عم مصطفى. يا جدع خلي.
يا جدع خلي يا عم والله. خد اتفضل حسابك دول 20000 جنيه وابعت لك 10000 جنيه على فودافون كاش. انستا باي لو سمحت. ابعت لك 10000 جنيه على فودافون كاش. حبيبي فرصه سعيده يا رجاله. حبيب قلبي حبيبي يا معلم. خد يا تعالى يلا خد تعالى يلا. انا ضفت له 200 جنيه دول عشان كده. اديهم وجبه اديهم وجبه. قال لك مرضيه للناس اللي معاك صح؟ مش تبس ليا يعني خلاص ماشي. هرجع اسكندريه تاني. اديها لهم يا عم اديها لهم. انا من الشباب اللي زيكم اللي شباب متعلمه ومثقفه وشهادات عاليه جدا ولكن بجد وبتتعبوا وبتشتوا وما بتنقصوش وما بتلجؤوش للشيء الحرام وبتشتغلوا بميرة الله وبسعرقوا وده ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح. حبيبي يا عم مصطفى ان شاء الله اجيب لك احلى 50 كنز بقى 50 كيلو كنز. ربنا يبارك لك في كنزاتك. اي حاجه للاستيكك اللي جابه باشا. طبعا انت كبرت ومش محتاج نفكرك. ما تنساش تعمل لايك الفيديو ده واشتراك في القناة وسيب رأيك في كومنت ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.